العودة مجددا مشاهدينا الكرام. إذا دائما نذكركم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا من خلال هذا الباقة من العناوين. ابعثوا لنا انطباعاتكم، مواضيعكم، وحتى الضيوف اللي عندكم الرغبة أنكم تشوفوهم هنا من خلال بلاطو شباب أب. إذا كنا شفنا مع بعض السيدة سهيلة والجمعية الغزلان للطفولة والشباب، تعرفنا على نشاطاتهم وما هي النشاطات خاصة في آخر الآونة تاعهم. وأيضا كنا شفنا هياكل شبانية مع إيمان بالخير. أما الآن لحقنا إلى آخر فقرة لهذا العدد، وملاقاتنا راح تكون بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، لحقنا إلى آخر فقرة لهذا العدد، ودائما نجيب لكم فئات شبانية، طاقات شبانية. وذلك اليوم راهو حاضر معنا بطل رياضي في الجودو محمد سلام. إذا مباشرة نرحب بك محمد. الله يسلمك. السلام عليكم. الحاجة الأولى شكرا على الاستضافة وهذه الدعوة، ونشكر كامل الفريق التقني وفريق تاع التلفازة كامل. مرحبا بك، يعني تشرفنا بحضورك اليوم. الله يسلمك. الله يسلمك. محمد، بداياتك كانت منذ عمر 11 في 5 سنين. في 5 سنين نعم. يلا تحكينا على البدايات تاعك شوية. صح. بون البدايه كانت انا ما كنتش معني منها كاع، يعني كنت صغير ما كنتش نعرف الرياضه هذه كامل كيفاش جايه، ولا زعما واش راني ندير ولا كاش حاجه هكا. كان خويا اللي فوقي كبير عليه بواحد 10 سنوات. خويا اللي فوقي كان متكفل بيا، كان يديني، كان يعاود يرجعني يفهمني كيفاش نونطريني، كان شغل هو اللي فوق، هو اللي من الفوق يجي لي فيها كامل. يلا الجميل في هذا انه في البدايات تاعك لقيت شكون يدعمك. بفضل هذا الدعم توجت بالعديد من التتويجات. واش رايك نروحوا نشوفوا هذا الفيديو مع بعض ونواصل الحديث تاعنا؟ بالتاكيد على جميل جدا محمد. كنا شفناك في هذا الهيئة اللي كنا نشوفوا فيك، يعني في جانب رياضي 100%. الله يسلمك. الله يسلمك. والله واش راح نقول لك، هي حاجه مليحه بزاف انه زعما تكون رياضي، ومليحه بزاف امور كما يقولوا، وباش تكون بطل ماهيش سهله، شغل راح يدخلوا فيها بزاف امور. اكيد راح تمر بالعديد من لي زوبستاكل، العديد من الناس اللي بالك راح تدعمك، كاين ناس نو. دونك راح نتعرفوا على المشوار تاعك، لو باركور حبه بحبه. ماشي مشكل. يلا محمد، لما نقولوا 5 سنوات كانت البدايات تاعك، لقيت الاخ ديالك اللي كان واقف معاك. بعد هذه ال5 سنوات مباشره تلحق لاج تاع 8 سنوات 9 سنوات، تبدا تلعب بطولات، وبطولات حيكونوا شغل درجات صغار شغل ما يهموش بزاف على كل حال كما يقولوا. تلحق 12 سنه هكا تبدا تلعب بطولات كبار، يعني بطوله جزائريه بشامبيون درجي كامل. ومن بعد تلحق 15 سنه تبدا تلعب بطولات زعما افريقيه، بطولات عربيه، تما اللي تبدا شغل المنتخب وطني. منتخب وطني يبدا من 13 14 سنه. نعم. يلا نبداو في الاول. انت الان حالا وين راك تنطريني؟ شكون هو الكوتش تاعك اولا؟ بون المدرب تاعي هو كريم عيساوي، تحياتي ليه كبيره. هو اللي صنعني، هو انا راني وليدو. نعم بالتاكيد. عندي حوالي 19 سنه وانا معاه ملي كنت صغير، ملي بديت عنده مازالني عنده لحد الان. جميل جدا. ونشكره بزاف، هو اللي يوقف معايا في كلش، حتى امور كما يقولوا امور عائليه خاطئه على الرياضه ومن اخر. يعني مش علاقه عمل. نعم ماشي غير علاقه عمل ولا علاقه رياضه ولا. نشكره بالبزاف. الله احنا ايضا نوجه له التحيه بهذا المناسبه، وان شاء الله تكون دوام العشره، وان شاء الله تلقاه ايضا في المستقبل معك. امين ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. بعد هذا مباشره توجت عده مرات. نبداو هنا في الجزائر. البطوله الاخرى عندها حوالي 5 شهور في شامبيون داجيري، يعني ثاني بطل الجزائر. في النهائي كانت
ديت اصابه في الرقبه على بها كانت الحمد لله على كل حال. دوك رانا كما نقولوا نحضروا الشامبيون دالجيري تاع 2024 ان شاء الله. ربي يوفقنا، ما بقالهاش بزاف، انا مع الريجيم مع كذا، انا مع التحضيرات ان شاء الله ربي يوفقنا. نعاود نذكرك الصوره وتقول لنا واش تعني لك هذه الصوره، ومن بعد تحكي لي كيفاش هذا الريجيم وكامل الحكايه تاعو. يلا ماشي مشكل. هنا كانت الشامبيونات دالجيري تاع العام اللي فات. العام اللي فات احساسك لما تقول له العام اللي فات واليوم راك واصل بالك زدت شويه زياده؟ كاين فرق هي كاين فرق كما يقولوا كبير، فرق بزاف صوالح، بزاف امور، يعني من ناحيه التدريب، من ناحيه المستوى اللي تكون فيه، بزاف امور. هنا كانت البطوله هذه لهنا كانت صعيبه بزاف. يعني نروح نشوفوا ايضا صوره اخرى هنا في الصاله، مع العلم انني كوش تاع دراري صغار ثاني. تحكي لنا شكون هذا الكتكوت الصغير؟ ماشي مشكل، هذا ينطريني بطل المستقبل يعني. باذن الله راح يكون بطل، يخرج اكثر مني باذن الله ان شاء الله. كامل الدراري اللي يديروا عندي باذن الله يخرجوا. محمد، يقال انه لما نكونوا في دون لو بان نكونوا صح يعني كبرنا على هذه الحاجه، انه راح تقدم اكثر وكل ما في جعبتك للجيل الصاعد. لازم هذيك ان شاء الله ربي يقدرنا الحاجه الاولى هذيك، ان شاء الله ربي يقدرنا ونكملوا في هذا المستوى وفي هذا النيفو وفي هذا كيفاش يقولوا كيما مدونا ان شاء الله حنمدوا نديروا الماكس تاعنا باش نمدوا ان شاء الله ربي يقدرنا على هذه الحاجه ونروحوا بعيد ونخرجوا لهم تحتنا ان شاء الله يروحوا بعيد ثاني ان شاء الله يا رب. نفتخر بابن الجزائر، بطولاتك ما بقاتش غير هنا ولكن حتى انك تمكنت انك خرجت ووليت بطل افريقي ايضا. نعم، بطل افريقي وبطل عربي وبطل الجزائر. شحال من خطره خلينا من هذه نجوزوها، خلاص هذه تعودنا عليها. نعم، بطل افريقي وبطل عربي شحال من خطره. نعم. يلا، ما بين هذه البطولات بطل افريقي وبطل عربي، لا بريفيرونس تاعك وين؟ شكون اللي تميل لها اكثر؟ بطل افريقي. خير من العربي حيكونوا فيها الامارات، السعوديه، هذو المستوى تاعهم شغل ناقص شويه على الافريقي. هذا كما يقولوا تاع الخليج كي يدخلوا معنا في العرب ناقصين في المستوى شويه. راح تكون كيفاش يقولوا البطولات الافريقيه راح تكون نيفو طالع بزاف. راح تكون صعيبه بزاف، تسمى من الاحسن راح تتخيلها هي تقول كاحسن ميداليه كما يقولوا. ان شاء الله يا رب. الميداليات ما يحبسوش غير هنا، ولكن دائما نكون انسان يكون طموح بحد ذاته. هل تطمح محمد انه تشارك في منافسات عالميه؟ باذن الله ان شاء الله ربي يقدرنا. منافسات عالميه يعني لازم تتاهل لهم، مع الشغل مش كيما انا نحب ندخل ولا تسمى شغل، لازم لك خدمه توصل لهذيك كيفاش يقولوا البطوله، وان شاء الله نقدروا نتحصلوا على ميداليات في هذا المستوى، لانه مستوى عالي بزاف اللي رانا فيه. ان شاء الله ربي يقدرنا انه نوصلوا لهذاك المستوى، ولازم جهودات، لازم خدمه. ان شاء الله. اكيد يعني هذه مسؤوليه بحد ذاتها. انت يعني اليوم كبطل هذه المسؤوليه كيفاش تشوفها؟ مسؤوليه زعما من جهه واش؟ مسؤوليه انه يعني الجميع ينتظر انه وليد بلاده يمثل الجزائر احسن تمثيل في المحافل الدوليه. والله غير شوفي، من ذاك تكون كيفاش نقول، تكون تنطيني في مستوى، حيجوك صعوبات، حيجوك شغل الدرجات يحبطوك، حيجوك بزاف كيفاش يقولوا صعوبات هكا. من ذاك تعاود تولي تشوف شغل الناس كيفاش تهضر معاك، اللهجه اللي تهضر بها معاك تغير. نعم، والناس والعائله تاعك زعما شغل تستنى فيك شغل تخرج شامبيون، ولا المدرب تاعك ولا اصحابك هكا اللي يكونوا معاك في الحومه، ولا شغل هم مستنيين شغل حاجه كبيره تعاود تنوض على جالهم، تعاود توقف وتعاود كيفاش يقول تعاود تكمل في الريتم اللي كنت فيه. ان شاء الله يا رب تكون قد هذه المسؤوليه. محمد، من بين العديد من الميداليات اللي توجوك بها من قبل، اليوم حاضر البعض منها. على سبيل المثال ناخذ هذه الميداليه الاولى، هذه البطوله الجزائريه 2019. هذه كانت كنت جونيور، كنت في ميزان 66 كيلو. المنافس تاعك شكون اللي كان في النهائي؟ شفيت في النهائي؟ والله ما شفيت. يلا، تحصلت على يعني الجائزه ولا تحصل على الميداليه؟ نعم، كان بزاف البطولات ما حش تقدر تشفى، هنا كيما يقول لك نشفاو غير مع من نخسروا، ما نشفاوش لنا. يلا اختار لنا من هناك ميداليه اخرى تعني لك بزاف. هاي ليك، هذه كانت هنا في هاكي، تفضلي. شكرا. كانت هذه لهنا في البطوله الجزائريه لهنا، هذه كانت ثالثه ميداي تاعي ملي كنت صغير، تسمى حوالي كنت باقي
بين 13 سنه هكاك. هذه كانت الثالثه عندي. وكان فيها كيفاش يقولوا صعوبات بزاف بزاف، وانه الصعوبات اللي كنت نواجهها انه شغل دخلت في وزن ما كانش تاعي. انا ما درتش الميزان هذيك الضربه، طلعوني في الوزن اللي كان فوقي. يعني لعبت مع وزن كان اكثر مني، والحمد لله قدرت نتحصل على المرتبه الثالثه، وللاسف الثالثه. معليش مازال المشوار طويل وراح يحالفك الحظ مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. مؤخرا الجزائر أصبحت تحتضن العديد من يعني النشاطات والتظاهرات الرياضية. أنت كبطل رياضي، ما هو الإحساس ديالك وأنك تشوف الوطن ديالك هو اللي راه يحتضن هذه التظاهرات؟ والله غير نفتخروا بهذه الحاجة، نفتخروا يعني بزاف كي ولينا نشوفوا يعني بطولات افريقيا تتقدم هنا في الجزائر. لو كان نولوا له واحد 10 سنوات ما كناش نسمعوا كامل في هاد العفايس. يعني بطولات كبار يتقدموا عندنا هنا في الجزائر، وهيكونوا شغل جايين بزاف بلدان، وحاجه حتكون مليحه بزاف للبلاد. نفتخروا بهذه الحاجه، وان شاء الله ربي يقدرهم ويكون المزيد كما يقولوا. ان شاء الله تخدم الجزائر في هذه الجهه. ان شاء الله نتمنى انه تخدم إن شاء الله يا رب. تعودنا أنه يعني كناس عاديين لما نسمعوا النشيد الوطني دائما تقشعر الأبدان تاعنا. لذلك أنت كبطل رياضي، ما هو الإحساس ديالك لما تسمع هذا النشيد هو راح نكون هنا النشيد الوطني تاعنا حيكون كي تكون تاخذ الميداليات. يعني إذا كانت المرتبة الأولى كبطل العرب كنت انا المرتبه الاولى. يعني تشوف انت في المرتبه الاولى قدامك مصري ولا كاش بلدان واحد اخرين، اما حيرفع النشيد الوطني تاع الكلاس الاول، يعني اللي كان المرتبه الاولى، راح تفتخر بزاف وراح تحس روحك بلي قدمت بزاف عفايس البلاد. ما هي كنولوا نشوفوا شغل سطحيين، راح تبان لك شغل حاجه صغيره، بصح كي تكون في هذيك الحاله ومع ذاك النشيد ومع ذاك الحماس اللي تكون به وهذيك الفرحه وهذيك الاخر، راح تكون فخور بروحك بزاف. ان شاء الله ان شاء الله نرفعوا النشيد تاعنا في البطولات العالميه ان شاء الله يا رب. احنا دائما راح نكونوا وراء ابناء الجزائر في هذا المكان ان شاء الله. ان شاء الله. محمد، تعرفنا عليك، تعرفنا على البطولات اللي شاركت فيهم والميداليات اللي تحصلت عليهم ايضا. حابين نتعرف على محمد وكونه بطل رياضي كيفاش يعني يحافظ على اللياقه البدنيه ديالو. من هذه الجهه لازم لك تنظيم. الحاجه الاولى التنظيم هو الصح في هذه الامور. مع انه قادر تكون خدام، قادر اي واحد يكون خدام، ولا قادر يدخلوا فيها بزاف امور ماشي لازم خدمه، قادر يكونوا مشاكل، قادرين نقدر شغل. هذه الامور كاع راني نجوز عليهم. واش حبيت نقول لك انه شغل واش كاين من الفوق كاع انه التنظيم. لازم تنظم وقت تاع التدريب تاعك، لازم تنظم وقت تاع المشاكل، لازم تنظم وقت تاع الخرجات تاعك، لازم تنظم الوقت تاع الماكله تاعك، دير كلش حتى عندك ريجيم اللي راح تتبعه يعني في حياتك اليوميه كرياضي محترف اكيد. هنا الريجيم تاعنا والله ما نكذب عليه، هنا الريجيم تاعنا شغل نقصوا من عفايس كمثال كازوز خبز. شغل ما عندناش ريجيم كيفاش يقولوا الجسم تاعنا ولا هذيك تاع كامل الاجسام اللي يسحقوا ريجيم. اما الريجيم هنا اللي نسحقوه في رياضه الجودو انه كي تكون قريبه الكومبيتيسيون، هنا كيفاش هنا عندنا ميزانات ندخلوا فيهم. الميزان هذاك اذا كنت فايتو لازم تعاود تحبط لعنده. هذا هو وانا اكره عفسه عندي في الاخر في الرياضه هذه انه الريجيم يلا انا حنسقسيك الى يعني تريشيت شويه ولا لا كما نقولوا غشيت ام لا. كنا صادفنا حفل يناير، اكيد اطباق جزائريه تقليديه 100% كانت حاضره في طاولات العائلات الجزائريه. يلا ناكل مشكليت ناكل. هنا في الدار داروا لنا رشته مع الطعام. يما طيبها مليحه، يعطيك الصحه يما، ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيبها مليحه. الريجيم كما يقولوا حبسنا في هذيك ومن بعد تعاود تبدا الريجيم تاعك انه تنقص كازوز وتنقص العجين. اوبليجي لازم تاكل ومن بعد تعاود تتمرن الرياضه باش زعما حياتك قاعده 4 سنين 5 سنين وانت ما تاكلش، زعما ما تكسرش الريجيم هذاك باسكو ما راحش تقدر، ما كاينش انسان حيقدر. صح، يعني ماشي من السهل. ان شاء الله يا رب يحافظ لك على الوالده ديالك باش تكثر لك من الاطباق التقليديه الجزائريه ان شاء الله يا رب. إن شاء الله. محمد، الشباب الجزائري اليوم كاين اللي راهو يحب الاحترافيه وكاين اللي لا، وكاين الناس اللي ما راهيش اصلا دير الرياضه ولا تقوم بالرياضه. لذلك ما هي النصيحه اللي توجهها لهم اليوم؟ ماشي شرط الاحترافيه. معليش، النصيحه الاولى انه نقدم
اي رياضي اي رياضي في اي مستوى انه تكون تحبس في التدريب ما تلحقش وين تحبس كامل، يعني يصراو لك مشاكل. قدر الله ما تطلعش منصه تتويج، يصراو بزاف اصابات، انه الهدف كيفاش يقولوا الهدف من هضرتي انه ما تحبسش ما تلحقش وين تحبس. كمثال زعما نقولوا 3 شهور 4 شهور بلا ما تونطريني ولا 5 شهور، مام يكونوا بزاف مشاكل وبزاف صعوبات وبزاف عوائق. كمثال انه الاصابات تبليسه من الفوق ونطريني من التحت. العفسه اللي ماشي مليحه انه اللي ان شاء الله ما نتمنى حتى الواحد يدخل ليها انه يحبس كاع، يلحق زعما بريودات 6 اشهر عامين بلا تدريب. هذه العفسه ماشي مليحه كامل. واما الناس اللي محترفه وشغل طالعه منصه التتويج هما حيعرفوا شغل هضرتي بلي انه هما يطبقوا فيها، تسمى واش راني نطبق انا واش راني نهضر هما حيطبقوا فيها. هما على بالو بلي لازم يتدرب ولازم باش يعاود العام الجاي يكون واجد ويدير حساب لكلش. ان شاء الله يا رب تكون لحقت الرساله محمد. احنا بدورنا نقول لك شكرا لك على كل هذه المعلومات اللي وفيتنا اياهم من خلال برنامج شباب اب. نعطيك كلمه ختاميه، تفضل. بون الحاجه الاولى مادام وصلت لهذا النيفو هذا نشكر المدرب تاعي هو اللي صنعني كما قلت لكم مع الاول، هو اللي صنعني شكرا له بزاف. ونشكر العائله كانت اللي واقفه معايا وخويا سورتو خويا اللي قلت لك معايا في الضومان هذايا، ربي يحفظه وقف معايا كي يكون صغير ودوك انني نوقف معاه على كل حال. ونشكر كامل الطاقم الفني تاعكم اللي هنايا واللي خدامين في التلفاز هذوما كامل. نتمنى لكم ربي يوفقكم ان شاء الله ونتلاقوا في حصه جديده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك محمد، حظ موفق ان شاء الله يا رب، مشوار حافل بالنجاحات. اذا مشاهدينا كما وعدناكم فقراتنا كانت متنوعه، شفنا فقره هياكل شبانيه مع ايمان بن بالخير، وايضا استضفنا جمعيه الغزلان للطفوله والشباب، تعرفنا على نشاطاتهم. وفي الختام ختامها مسك كان معنا بطل رياضي. وبهذا نقول لكم لحقنا الى نهايه عدد اليوم. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.